السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماما هدى. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم البسيسة. البسيسة دي هعملها بطريقة زمان. في فرق ما بين البسيسة وكيكة الذرة. الكيكة بتاعت الذرة بتتعمل ببيض، البسيسة بتتعملش ببيض. البسيسة مقاديرها: حاطة كوبايتين دقيق ذرة، وكوباية دقيق عادي، ورشة ملح، وتلتين كوباية زيت، وبتقلبيها بتبسيها. بتبسيها. ده الفرق ما بين الكيكة والبسيسة يا جماعة. البسيسة بتبس الدقيق بالزيت. 3/4 كوباية زيت، كلها عاملاها بالمج العادي. يبقى كوبايتين دقيق ذرة، كوباية دقيق عادي، رشة ملح، 3/4 كوباية زيت. بحطهم على بعض وبقلبهم وببصهم شوية، ونكون وصلنا لحد هنا نقول ايه: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بوريها لكم اللي هي عاملة زي الرملة كده. بضيف بقى البيكنج باودر، خلاص بتضيفي باك وكامل بيكنج باودر اللي هو 16 جرام. وحطيت كيسين فانيليا، تمام كده. يبقى احنا قلنا كوبايتين دقيق ذرة، كوباية دقيق عادي، رشة ملح، 3/4 كوباية زيت، و وبستهم بالزيت. تمام كده. وبعدين حطيت البيكنج باودر بعد ما بستهم. هننقلها بقى على جنب ونقلب المواد السائلة مع بعضها. المواد السائلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين عصير برتقال وبشر برتقال وكوباية سكر. يبقى كوبايتين عصير برتقال وبشر برتقال وكوباية سكر. ولازم ندوبها جامد على قد ما نقدر، لازم نقلبها على قد ما نقدر جامد، تقلبيها كويس لحد ما السكر يدوب خالص. انا عاوزة السكر بتاعها يدوب 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 يدوب، ما يبقاش فيها حبيبات سكر عشان ما تحببش الكيكه البسيسه من على الوش. يبقى الفرق ما بين البسيسه وكيكه الذره: كيكه الذره بتتعمل ببيض، البسيسه ما بتتعملش ببيض يا جماعه. البسيسه ما بتتعملش ببيض. البسيسه بتبس الدقيق بالزيت وبعدين بتضيف عليه المواد السائله. تمام كده. كنا وصلنا لحد هنا نقول ايه: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شايفين يا جماعه انا بقلب السكر ازاي؟ بغيب في تقليبه. وتعمدت ان انا ما اسرعش الفيديو عشان تشوفوا ان انا اخدت وقت في تقليب السكر. لازم السكر يدوب، دي من علامات النجاح اللي السكر بتاعها يدوب. يبقى قلنا الفرق ما بين البسيسة والكيكة الذرة: كيكة الذرة بيتحط عليها بيض، البسيسة ما بتحطش عليها بيض. كيكة الذرة بتضربي المكونات السائلة في الخلاط مع البيض وبعدين بتضيفيها على الدقيق. البسيسة لازم تبسي الدقيق نفسه بالزيت. تمام كده. هنحط المواد السائلة هيت عليها. لقيت فيه بعض سكر ما دابش هقلبه تاني. شايفين اهو، عشان لازم السكر بتاعها ايه؟ يدوب. جربوا البسيسة ديت بالطريقة ديت وهتدعوا لي. جربوها بالطريقة ديت وهتدعوا لي. اللهم صل على النبي. بنقلب بقى على بعضها. وعلى فكرة بيبقى سمكها خفيف شوية عن الكيكة عشان تبقوا عارفين، يعني ما بتبقاش تقيلة زي الكيكة، شوية بتبقى يعني سايلة شوية، لان الدقيق الذرة لما بيقعد شوية بيشرب. كنا وصلنا لحد هنا نقول ايه: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. انا كده يا جماعه اهوت عماله اقلب فيها عشان كله يكون مع بعضه ويدوب مع بعضه. صدقوني هتاكلوا احسن خرطة بسيسه تعملوها في حياتكم. جربوا الطريقه ديت. حاجه ناعمه كده وحاجه بتدوب في البق كده وحاجه طريه كده، حاجه رهيبه بجد. طعمها رهيب، طعمها رهيب. طب انا ما عنديش مثلا عصير برتقال، بشر برتقال على ميه على اسانس برتقال، هتبقى كأنك عاملاها برتقال ايه؟ صافي. طب انا ما عنديش ولا كده، جيبي حليب بدل البرتقال، جيبي حليب واعمليها بحليب، حط اسانس برتقال، او في الكاس بتاعت اللي هي البودر بتاعت دريم ديت اللي هي بالبرتقال، دي جميله برضو اكنك عاملاها برتقال صافي.
يعني ما فيش اي حاجه. شوفوا يا جماعه انا طلعتها بسم الله ما شاء الله، خدت حوالي نص ساعه في الفرن. بتحطي عود خله في قلبيها وتختبريها. ولو طلع فاضي خلاص هتطلعيها وتعمليها. انا برضو قطعتها لكم وهي سخنه. ليه؟ عشان اوريكم العمليه ناجحه. يعني هي المفروض اصلا ما تتقطعش سخنه، لازم لما تبرد تتقطع. فانا قطعتها وهي سخنه عشان اثبت لكم ان البسيسه دي ناجحه 100%. يعني ناجحه ناجحه وبتدوب في البق وناعمه وطريه هتعجبكم، صدقوني هتعجبكم. ان كنا وصلنا لحد هنا نقول ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا صراحه من عشاق البسيسه، انا من عشاق البسيسه. البسيسه ديت حياتي، انا بعشقها 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 بعشقها. جميله وبتدوب. شايفه لونها كهرماني ازاي من عصير البرتقال وبشر البرتقال. شايفه رهيبه رهيبه والله رهيبه. كنا وصلنا لحد هنا نقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على شايفين انا بوريها لكم؟ شايفين عامله ازاي؟ روعه روعه. طبعا مش هقدر امسك نفسي، لازم ادوق منها، لازم هاكل الخرطه المفرفته ديت الاول طبيعي، لاني مطلعاها سخنه فبتفرفت. اما لما هتطلعيها بارده عمرها ما هتفرفت كده، عشان تبقوا عارفين. وعلى فكره دي مش بتزور البسيسه ديت، ادام بس الدقيق كويس عمرها ما هتزورك. ودي عن تجربه، عمرها ما هتزورك. تمام. إن كنا وصلنا لحد هنا نقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شايفين شكلها تحفه 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 بجد. تحفه 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 تحفه. يا رب اكون قدمتكم محتوى كويس تستفادوا منه، ويا رب جربوها، يا رب جربوها بجد. يا ريت يا ريت يا ريت تجربوها وتستفادوا منها، وان شاء الله هتعجبكم، ان شاء الله هتعجبكم. و اللهم صل على النبي. جميله وتحفه بجد تحفه. بس يا جماعه اللي بطلبه منكم قطعوها وهي بارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.